اليوم مثلا تلقى واحد كاتل روحه مزلغ روحه زلغ حتى يثبت مثلا انه مثلا اهل الكوفه مو هم الكتله والحسين، هم الكتله والحسين او شنو المشكله يعني؟ او يجيك واحد يقول لك الشيعه قتلت الحسين. الشيعه قتلت الحسين؟ هو شنو معنى الشيعه يعني؟ او يجي واحد لحد الان يردد مثلا مثل هذا صاحبنا، قتله الذين اخرجوه، الحسين قتله الذين أخرجوه. وهم يعني الجماعة يردون لا هو اكو شغلة لطيفة، هي قتله الذين أخرجوه، هاي الكلمة مو مال صاحبنا، هاي الكلمة مال عمرو بن العاص بمعركة صفين. من انقتل عمار، قتل عمار ولت ضجة بالجيش، لأن معروف يا عمار تقتلك الفئة الباغية. من انقتل عمار جماعة من جيش معاوية وقفوا قالوا قتلنا عمار، والنبي يقول يا عمار تقتلك الفئة الباغية، فاحنا الفئة الباغية. طلع صاحبنا عمرو بن العاص بمقوله، قال لهم عمار قتله من أخرجه، مو احنا قتلنا عمار بالمدينة، احنا وين؟ علي بن طالب جابه من المدينة وخلاه هنا بالمعركة وخلاه ينقتل. فقالوا اي والله هم صحيح. فطلعت نظرية قتله الذين أخرجوه. راحوا العبد الله ابن عمرو بن العاص قالوا له تعال بويا أبوك طلع لنا نظرية قتله من أخرجه. قال لهم أبوي مطي. ايوه. قالوا له لا بشرفك. قال لهم والله. قال لهم هاي النظرية ذا أسسنا عليها بها تداعيات كبيرة. قال لهم أول تداعي أن حمزة قتله النبي. قال لهم طلعوا المشركين مو كاتلين حمزة، يطلع النبي هو كاتل حمزة لأن هو من أخرجه. فقال لهم هاي النظرية مال قتله الذين أخرجوه هاي بيها تداعيات كبيرة، بيها تبرئة وبيها إدانة. قال لهم على هالحكي يعني حمزة قتله رسول الله، ما قتله المشركين، ما قتل أبو سفيان جماعة أبو سفيان. فقال لهم روحوا قلوا لأبوي، قلوا له على المبنى مالك حمزة قتله رسول الله. وصل الخبر المعاوية، معاوية دز على عمرو بن العاص قال له تسكت ابنك، لا عرفت لا مع الوالدي عرفت شلون؟ قال له سكت ابنك أحسن لك، قال له بعد لا يحكي بهذا الموضوع. فمن يجي واحد هسه يقول لك قتله الذين أخرجوه، هذا جاي يقول لك انه انا تلميذ مدرسة معاوية عمرو بن العاص. هو جاي يقول لك علني انه انا يابا تلميذ معاوية وعمرو بن العاص. الكلمة تتلجلج على لسان المنافق، يعني هو جاي يثبت نفاقه. الله سبحانه وتعالى خلاه يحكي. ليش؟ حتى من يخبص الدنيا منا ورايح تعرف هذا وين يريد يوصل وشنو يريد. فهاي الكلمة كلش مهمة، لأنه هاي الكلمة كشفت البواطن. النبي وأمير المؤمنين يقول الكلمة تتلجلج على لسان المنافق، يعني يقول اكو كم حكاية انت تشلب بيها، لأن هاي كلش مهمة بحيث تبين لك المطلب كله، تبين لك المطلب كله. الشيخ الإسلام الله يغفر حواشي حياكم الله.